السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ وتدابير نينا. نرحب بجميع المشتركات واللي راح تشوف الفيديو لأول مرة تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلكم جميع الوصفات. اليوم جيت نشارك معكم هذه الوصفة اللي هي قراطة بيضنجان بالبطاطا، بزاف اقتصادية وسهلة وما فيهاش مقادير بزاف. نبدا هنايا بسم الله. عندي هنايا 3 حبات تاع باذنجان يكونوا كبار، وعندي 3 حبات تاع البطاطا نفس الشيء يكونوا كبار. نبدا هنايا اولا بعد ما نقيت الباذنجان والبطاطا وغسلتهم مليح، نقطع فيهم دوائر بهذا الشكل. هنا قطعت البطاطا هي الاولى، ونزيد نقطع باذنجان ثاني دوائر كيف كيف. هنا بالنسبه للدوائر ما تخشنوهمش بزاف باسكو بعدا كي نطيبوهم باش يوصلهم كاع طياب وتجيكم القراطه تاعكم خفيفه. هنا من جهة أخرى عندي نص صدر تاع الدجاج، وعندي هنايا توابل ملح، وعندي 2 سنات تاع الثوم. نحط هذاك الصدر تاع الدجاج في الاشواغ، نزيد عليه هذوك التوابل اللي هما كيما قلت لكم ملح فلفل كحل كمون وراس الحانوت 2 سنات تاع الثوم، ونطحن كل شيء مع بعض حتى يولي لي بولي هاشي. هنا في هذه المرحله طحنوا الدجاج تاعكم غايه. بعد ما نطحن كل شيء هنايا شندير، نروح نفرغ هذاك البولياشي اللي طحنته، هذاك نديره في مقله وندير فيها شويه تاع الزيت. هنا الزيت ما تكتروش، ديروا غير 2 مغارف حتى 3 مغارف كبار. نحط الدجاج تاعي هنايا في المقله ونديه يطيب على نار متوسطه حتى نشوف باللي طاب لي كامل ونشف هذاك الدجاج من الماء تاعو. هنايا نفوت للمرحله المواليه. نجيب هنايا البلا تاعي بعد ما كنت قليت هذيك البطاطا وقليت باذنجان ثاني كيف كيف. هنايا جبت المول درت فيه شويه تاع الزيت باش الكراسه تاعي ما تلصقليش. ندهن كاع الاطراف هنايا في المول، والكميات هما تحكموا فيها، اللي تبغي تضاعف المقادير تقدر تضاعف عادي. انا هنا راني دايره في هذا المول كبير، نتوما تقدروا ديروا في مول صغير. بعد ما دهنت كاع هذاك المول بالزيت، نبدا نستف هنا في البطاطا هذيك اللي كنت قليتها على شكل دوائر بهذا الشكل، واحده فوق واحده حتى نكمل كاع البلا تاعي. هنا هذه بالنسبه للطبقه الاولى. هاد الكراتي يجيكم بزاف بنين وما يجيش ناشف في الوسط، وثاني فيه غير 3 مكونات كما راكم تشوفوا، ما فيش مكونات بزاف ولا مقادير بزاف. بعد ما استفت كاع هذيك البطاطا، هنا نروح نزيد هذاك الدجاج اللي كنت طيبته ونحاول نوزعوه بنفس الطريقه على كامل ولا بنفس الشكل على كامل هذيك البطاطا باش تجيني الحشوه كاع كيف كيف من الاطراف للوسط. وكطبقه هنايا ثالثه نجيب شويه فرماج رابي ونديره فوق هذاك الدجاج. هنايا اللي تبغي دير فرماج هذاك قطع ولا تاع الحبات هذاك مثلثات، تقدر دير كيما تقدروا ديروا اي نوع تاع فرماج يكون عندكم، ماشي شرط تقيدوا بهذا فرماج رابي، ليسونسيال يكون فرماج شباب ويذوب في الوسط. وكطبقه اخيره هنايا جبت هذاك الباذنجان اللي كنت قليته ثاني دوائر وحطيته فوق هذيك الطبقه تاع الفرماج، وبديت نستف فيه بنفس الطريقه اللي استفت بها البطاطا حتى نغطي كاع الوجه تاع البلا تاعي ولا تاع الكغاتا تاعي. هنا راني نستف وراني دايره الفرن تاعي ولا الفور تاعي يسخن، شعلوا النار من التحت تكون بدرجه متوسطه. من جهه اخرى هنايا جبت باش نصنع الخلطه تاعي في بول صغير، درت 3 حبات تاع البيض. هنا هذه الخلطه باش نديروها باش الكغاتا تاعنا تولي متماسكه، وثاني باش تجيكم مشمخه في الوسط كيما قلت لكم ما تجيكمش ناشفه. ضفت عليهم هنايا نفس التوابل اللي كنت درتهم في الاول اللي هي ملح فلفل كحل كمون وراس الحانوت. نروح نضيف عليهم ثاني نص فنجال تاع الحليب. هنا هذا الفنجال تاع لاتاي عبرت به، ندير نصف فنجال تاع الحليب ونخلط كاع المكونات مع بعض. هنايا بعد ما نخلطهم نجيب البلا تاعي ونفرغ هذاك الحليب والبيض والتوابل اللي درتهم فوق كاع الكراطه تاعي ولا فوق هذاك الطبقات اللي كنت درتهم من جميع الجوانب، وتاكدوا بلي درتو من الوسط حتى الاطراف باش تجيكم كاع كيف كيف حكمه روحه وتجيكم كاع طريه. بعد هاد المرحله وبعد ما فرغت كاع هذاك البيض والحليب كيما قلت لكم فوق لاكغاتا، هنايا جبت شويه فرماج رابي ودرته من الوجه
من الفوق. هنا تقدروا ديروا بزاف كما تقدروا شويه، انا ما بغيتش ندير لها بزاف باسكو هذا الفرomاج يجي بزاف مالح وما بغيتش نكثر باش ما تجينيش الكراطه تاعي مالحه. زدت لهم هنايا رشه صغيره تاع قزبر مخلط مع معدنوس مقطعين ركيك. والتزيين هنايا من الفوق يبقى اختياري، تقدروا ديروا غير فرماج وحده كما تقدروا ديروا قزبر ومعدنوس وحدهم. بالنسبه للطياب كما قلت لكم دخلوها في الفرن يكون مسخن من قبل على نار متوسطه، الطيب من الاسفل كي تشوفوها باللي هذاك لاصوص اللي خدمناها بالبيض كاع نشفت نشعلوا لها من الفوق يذوب هذاك الفرماج وتتحمر شويه ومن بعد نطفوا عليها. وهذا هو الشكل النهائي تاع الكراطه اللي خدمتها معكم نهار اليوم. وهنا بغيت نقسم لكم غير حبه باش تشوفوها كيفاش خرجت دايره في الوسط. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم، وتخلوا لي رايكم في التعليقات. ببقى لي غير نقولكم نتلاقاو في فيديو اخر ووصفه اخرى باذن الله.